الفئة دي أين تقع؟ في النص يا مستر. طب محصورة بين مين ومين؟ ده الفئة دي جنبها على الشمال الفئة اس مجموعتين، وجنبها على اليمين الفئة بي 6 مجموعات. بص على جدولك اللي في ايدك. طيب الفئة دي كم مجموعة بقى يا مستر؟ 10 مجموعات. طيب ديت ما بدأتش من الدورة الأولى. فعلا الدورة الأولى كان عنصر وعنصر، وما بدأتش برضه من الدورة الثانية. الدورة الثانية كانوا عنصرين وست، وما بدأتش برضه من الدورة الثالثة. الدورة الثالثة يا صديقي كانت عنصرين وست. أمال هي بتبدأ من إيه؟ يا مستر الله ينور افتكرتها، تبدأ من الدورة الرابعة. طب الترقيم بتاعها أي رقم هيكون بعده مين؟ هيبقى بعده حرف بي. يبقى المجموعات بتاعتها في الترقيم تميز بالرمز بي. بس ايه يا مستر؟ في استثناء؟ مجموعة اسمها المجموعة التامنة، كانت المفروض تبقى رقم 8 بي، قالت لا ده انا حابة اسم 8 بس، كلها فلزات. طب بتبدأ تقليدي بايه؟ تبدأ تقليدي 3 بي، ثم 4 بي، ثم 5 بي، ثم 6 بي، ثم 7 بي. هنا بقى الاختلاف. 8 كان المفروض تبقى 8 بي، قالت لا انا اسمي 8 بس. طب 8 بس ديت واخده 3 حديث اللي هي 8 و9 و10. طب مين يجي بعد 8؟ 1 بي، ثم 2 بي. يبقى الفئه دي بتبدا ب 3 بي اللي هي 3 حديث، وتنتهي ب 2 بي اللي هي 12. هم عملوا اللخفنه دي كلها او الدربكه دي كلها عشان الرقم الحديث يمشي مع الرقم الايه؟ التقليدي. يبقى 3 بي 3، 4 بي 4، 5 بي 5، 6 بي 6، 7 بي 7. التامنه دي خلاص 8 بس، زي الزيرو بس هناك في الفئه بي. التامنه بس ديت فيها حديث 8 و9 و10، ثم 1 بي 11، 2 بي 12.